كان البيان الختامي للقمة العربية المنعقدة في الكويت متوقعا، فإن ما جعل لها نكهة هي التصرفات غير المتوقعة لبعض الحضور والتي شغلت العالم الافتراضي، وأبرزها كان بقاء المقعد السوري الوحيد الفارغ، ووضع مقابله العلم السوري النظامي لا علم الثورة. الأمير الشاب تميم بن حمد آل ثاني وفي أول مشاركة له في القمة العربية أقام الدنيا ولم يقعدها في مصر بعد استياء المصريين من أسلوب جلسته أثناء إلقاء الرئيس المصري عدلي منصور كلمته، إذ وضع ركبته على الأخرى ما اعتبروه حركة غير لائقة ومهينة لهم، فيما رأى فيها البعض الآخر جلسة شبابية. رافع ركبته على يعني بمعنى صح يا فندم، أهو عامل كده يا فندم، بصوا لحضراتكم كده، ادي الركبه اهي، الراجل حاططها كده، بص يا فندم ادي الركبه اهي، ادي الركبه موجوده اهي. أخطأ أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في اسم الرئيس اللبناني، فبدله باسم آخر وليس أي اسم بل المصادفة، فإنه قال ميشيل عون سليمان. شكرا فخامة الرئيس العماد ميشيل سليمان. انسحب الوزير اللبناني علي حسن خليل من القاعة أثناء إلقاء أحمد الجربة كلمته، فانهمرت على صفحته على تويتر التويتات المتضامنة. أما وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد سليمان الجار الله فبدا متفانيا جدا للقضيتين السورية والفلسطينية في آن. كما نؤكد على دعمنا الثابت للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بوصفه ممثلا شرعيا للشعب الفلسطيني. فلنستمع إلى الجملة مجددا لعل فيما سمعناه لغطا. كما نؤكد على دعمنا الثابت للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بوصفه ممثلا شرعيا للشعب الفلسطيني. أما الرئيس اليمني فقرر عدم تسجيل أي مشاهدات خلال القمة واستعاض عنها بقيلولة.